محمد بخلص معاه جيت لابس على طول جاي رايح الجو. اول ما وصلت هناك اللي كان الشباب اللي كانوا قاعدين هناك كان محمد ومصطفى وعبد الله واحمد. فالمهم انا جيت شاري الكرسي كده وجيت قاعد جنبهم، فبقول لمحمد ايه اللي حصل وبتاع. بقول له عبد الله واحمد كانوا جايين من اخر البلد وعدوا من قدام المدرسه المهجوره. شافوا خيال هناك اسمر كان واقف في الدور الثالث، وكان فيه انوار كانت طالعه من المدرسه دي. انوار ياما كده كانت بتجيد وبتطفي وكده. المهم احنا كلنا وصلنا قدام البيت عندي، وجيت مشغل العربيه، واللي كان راكب ورا ساعتها كان مصطفى وعبد الله واحمد، واللي جه راكب في ساعتها كان محمد. اتحركت بالعربيه، فانا جيت بصيت لمحمد كده وقلت له انت ايه رايك في الكلام اللي عبد الله بيقوله ده؟ قال لي والله هو انا سمعت كلام زي كده، برضه سمعت ان الناس اللي هناك سابت بيوتها على اسباب مجهوله، يعني محدش عارف ليه. المهم لقيت عبد الله بيقول من ورايا، قالوا لي هم ليه سابت بيوتهم؟ قلت لهم ليه؟ قال لي ان حق الاصوات اللي كانت بتحصل حواليهم من اللي كانت طالعه من جنب المدرسه بقت موجوده في بيوتهم حاليا. بقوا بيشوفوا خيالات في المدرسه، وخيالات في شبابيك المدرسه دي، خيالات سمراء واقفه كده وبصوا لهم. قلت له احنا عامه يعني احنا هنروح دلوقتي ونشوف الدنيا في ايه دلوقتي هناك. المهم احنا متحركين بالعربيه، قبل المدرسه ب 10 متر او ب 20 متر شفت طفل كان واقف قدام العربيه، انا جيت داس فرامل مره واحده العربيه جت مقلوبه بينا. فالمهم انا ما حسيتش بنفسي غير لما الرجاله كانوا بيصحوني، فبقول له انت ايه اللي حصل لك يا ابني؟ انت اغمى عليك مره واحده وانت بتسوق؟ قلت له يعني اغمى عليا مره واحده وانا بسوق؟ مش كان في طفل كان واقف قدام العربيه؟ قال لي لا مفيش ولا طفل ولا اي حاجه، انت مره واحده اغمى عليك وانت بتسوق العربيه، وانا جيت ماسك الديركسيون بعد منك على طول، وركننا العربيه على جنب ونزلنا عشان نفوقوك. وقلت لهم ازاي بس؟ ده كان في طفل كان واقف قدام العربيه وانا دوست فرامل العربيه اتجلبت بينا، ازاي ده حصل؟ هم بيقولوا لي مفهوم، لقيتهم بيقولوا مبلمين كده ومش عارفين ايه اللي حصل. محمد برضو نفس الكلام اللي بيقوله هو الكلام اللي اتقال، انت اغمى عليك وانا جيت ماسك الدركسيون. وقلت لهم يلا بينا نمشي. فمحمد بيقول لي بلاش بقى نركب العربيه، تعال نكمل المسافه الفاضيه مشي، يعني المسافه بسيطه مش بعيده يعني. فالمهم واحنا ماشيين، احنا في بيوت على شمالنا وفي بيوت على يميننا. البيوت ديت يعني البيوت لسه جديده، بس مفيش نفر ساكن جواها، لسه البيوت لسه جديده بمعنى جديده يعني، بس مفيش مخلوق ساكن جوا البيت. وطول ما احنا ماشيين انت بتبص على البيت في وشوش بني ادمين بصاله، احنا طنشنا الكلام ده بحاله، وصلنا بقينا واقفين حاليا قدام باب الحضانه. عبد الله اللي كان بيقول واحنا قاعدين على القهوه باب الحضانه كان مفتوح، كان في حد كان جواه. دلوقتي اللي انا شايفه دلوقتي ان الباب ده مقفول وحواليه جنازير من بره، دلوقتي في جنازير والجنازير دي مصديه، يعني ازاي ده حصل؟ بصيت له كده وقلت له ازاي عبد الله المدرسه دي كانت مفتوحه، واللي انا شايفه ده يعني زي ما بقول المدرسه دي مقفوله بقالها من 20 ولا 30 40 سنه. فلقيته بيقول لي ما اعرفش ومش عارف ايه، انا حكيت لك عن اللي انا شفته. قلت له ماشي. احنا الخمسه جينا لافين كده من ورا المدرسه، شفنا السور، نطينا من على السور ودخلنا واحد ورا التاني، بقينا احنا الخمسه واقفين في قلب الحوش. نفس اللي شافه عبد الله اللي هو الظل الاسمر اللي كان واقف في الدور الثالث احنا شفناه، بس المره دي ما كانش ظل واحد ولا اتنين، ده كانوا اكتر من واحد كانوا واقفين في الدور الثالث فوق. فاحنا كنا واخدين معانا كشافات غير تليفوناتنا طبعا ومشغلينها. من كتر المكان ما هو مضلم الكشاف مش جايب اي حاجه خالص نهائي، يعني يا دوبك منور لك الطريق اللي انت ماشي فيه بس. المدرسه ديت كانت ضلمه بمعنى ضلمه، ما في اي حاجه باينه يعني. والاشكال اللي احنا كنا شايفينها فوق، الاشكال اللي كانت واقفه في الدور الثالث اللي هم الخيالات السمراء ديت، يعني ايه اللي كان مأكد لنا ان دي خيالات واقفه؟ ان في نقط بيضاء كانت ظاهره، تحس ان دي عيون بصلنا. فاحنا ما شغلناش بالنا واتحركنا وطلعنا الدور الاول، واتحركنا احنا الخمسه، طلعنا الدور الاول. اول ما طلعنا كده تمام نتمشى شويه كده وبتاع، مفيش اي حاجه. قلت له عبد الله مفيش اي حاجه، انت يعني ايه اللي مخوفك؟ انا قلت لك ممكن يكون غفر الموجودين فيه. فقال لي بص كده، قلت له فاحنا لما بصيت له كده كان بيشاور على فصل، بس الفصل ده باين من ملامحه كان حاصل جواه حاجه. الباب بتاعه متكسر، الشبابيك متكسره بحالها، الجزاز فيها واقع على الارض في كل حته، وجلام مرميه في كل حته في الفصل، وكتب مرميه. انا قلت ده ايه ده معناه ايه ده بقى؟ ان كان في حاجه فعلا كانت حاصله جوه الفصل ده ولا ايه؟ المهم قلت لعبد الله يلا بينا نمشي. فانا بلف في وشي كده وببص على السبوره بتاعت الفصل، لقيت كلمه كبيره كده مكتوبه بالدم على السبوره، اطلعوا بره. فاحنا اول ما شفنا الكلمه ديت يعني احنا خفنا بجد، يعني الكلمه دي اتكتبت امتى؟ احنا اول ما دخلنا ما كانش فيها اي حاجه خالص مكتوبه على السبوره، فدي الكلمه دي اتكتبت امتى؟ الكلمه دي على السبوره، ازاي الكلمه دي اتكتبت امتى اصلا؟ فاحنا خدنا بعضها احنا الخمسه بالسكات وطلعنا من الفصل. اول ما طلعنا من الفصل الباب جه مهبود هبده ورانا،
انا قلت ازاي الباب بتكسر، ازاي تبني الهبده دي مش هيستحملهاش اصلا. احنا المهم الهبده بتاعت الباب دي خلتنا ننط احنا الخمسه من الارض، يعني احنا يعني خضه بمعنى خضه. قلت لهم بس تعالى كده نطلع نبص نشوف ايه اللي في الدور التاني. المهم واحنا طالعين على السلم كده وصلنا وبقينا في اول الدور التاني بالظبط، في اول الترجه بتاعت الدور التاني. شفنا حاجه، شفنا خيال من الخيالات اللي كانوا واقفين في الدور التالت، بقى واقف في الدور التاني بس في اخر الترجه اللي احنا واقفين فيها. بس المره دي كان في عيون حمرا كانت بصلنا، وهو المنظر كان مرعب بجد. احنا رجعنا كام خطوه لورا كده، اول ما رجعنا الخطوات دي الحاجه دي بقت تجري علينا احنا الخمسه. فكل واحد فينا كان بيجري مش داري هو راح فين. انا جيت له وجيت طالع، انا لقيت سلم بيطلع فوق، جيت طالع من عليه. الكشافات ساعتها كانت بدات تنفصل، بقت وتيجي فاصله مره واحده. فانا ما جيت لاقي سلم طلع فوق، جيت طالع عليه. اول ما طلعت فوق لقيت الدنيا هاديه، مفيش اي حاجه خالص. بس ساعتها الكشاف رجع يشتغل تاني. اللي كانوا واقفين حواليا ساعتها كان محمد ومصطفى. بقول لهم يا ابن احمد وعبد الله راحوا فين؟ اللي كانوا معانا من شويه. قالوا لي احنا من ساعه الحاله دي لما جت علينا كشافاتنا فصلت برضه ومش عارفين احنا رحنا فين. قلت لهم تعالى بس ننزلوا بسرعه نشوف العيال دي راحت فين. اول ما نزلنا تحت مفيش اي حاجه، الدنيا هاديه ومفيش اي حاجه خالص. المهم احنا ابتدينا نجرب كده، فاحنا لمحنا حاجه كانت واقفه على السور، فاحنا مش عارفين ايه اللي كان واقف على السور ده يعني احنا اول ما جربنا على السور شفنا شخص، او كان في حد كان واقف على السور كان بيحاول يرمي نفسه، فاحنا مش عارفين هو مين. وطبعا انا قلت لكم ان الكشافات رجعت تشتغل تاني، فاحنا اول ما الكشاف ما جرب كده منه جامد، اللي كان واقف على السور ساعتها كان احمد. فاحنا اول ما نادينا كلنا مره واحده احمد بتعمل ايه، لقيناه جري من نفسه من على السور على طول. بس الغريبه في كده ان لما احمد نط مفيش صوت اي هبد ولا في صوت اي حاجه خالص، الدنيا جت ساكنه تاني، مفيش اي صوت. رحنا بصينا على المكان اللي نط منه، مفيش اي حاجه، ولا في اثر الاحمر ولا في اي حاجه خالص. المهم انا ساعتها سمعت صوت من ورايا حد بيقول يا حمزه، بلف وشي وببص لقيته كان احمد ساعتها كان مستخبي في طلعه السلم بتاعت الدور الاول. الكلام ده كان بيحصل، ده كان في الدور الثاني، هو كان مستخبي في طلعه السلم بتاعت الدور الاول. قلت له يا ابني هو مين اللي نط هنا قدامك، وانت رحت فين وعبد الله فين بقى. فالمهم انا بسال احمد بقول له ايه اللي حصل، يعني مين اصلا اللي نط من على السور ده وانت رحت فين بقى. فالمهم انا بسال احمد بقول له ايه اللي حصل، يعني مين اصلا اللي نط من على السور ده وانت رحت فين. قال لي من بعد الكشاف بتاعي ما فصل تاني تجري في كل حته عشان الصوت بتاعي كان بيجري علينا ده. لا ما حسيتش بنفسي غير وانا واقع على السلم بتاع الدور الاول. وفجاه الكشاف رجع يشتغل تاني، جيت طلع جري كده عشان ابص عليكم وما لقيتش اي حد. فجيت داخل فصل كده، جيت داخل فصل كده استخبى فيه شويه. اول ما دخلت الفصل الباب جه مرزوع ورايا على طول مره واحده، وسمعت صوت صريخ كان جاي من ورا الباب، وتقريبا اللي كان بيصوت ورا الباب كان عبد الله. انا اول ما سمعت الصوت ده يعني ما خفتش ولا اي حاجه، انا جيت رايح الباب جيت شد مره واحده. اول ما فتحت الباب الدنيا رجعت احس تاني، مفيش صوت ولا صريخ ولا صوت جري ولا صوت اي حاجه خلاص موجوده. فالمهم انا لما لقيت الكلام ده بحاله جيت نازل كده في الدور الاول ابص فيه عليكم، ما لقيتش اي حاجه. وانا طالع من على السلم كده، فانا اول ما طلعت كده من على السلم بتاع الدور الاول سمعت صوت فصل كان بيتفتح، وطلع منه طفل صغير وطلع واقف على السور. وساعتها انتم نزلتم وبصيتوا عليه افتكرتوه ان هو واني. والدليل كمان ان انتوا لقيتكم جريتوا كلكم مره واحده على الطفل ده وقلتوا احمد حاسب ما تنطش. وانتوا اول ما قلت كده الطفل ده جه باصص لكم وجريت مره واحده لتحت. بس هو كل ده اللي كان حاصل معايا. بس عبد الله انا مش عارف. قلت له تمام. خدنا بعضينا احنا الاربعه وطلعنا الدور التاني، عايزين ندور على عبد الله، مش لاقيين عبد الله خالص. اول ما طلعنا الدور التالت دورنا في كل الفصول فصل، ما سيبناش ولا فصل غير لما احنا دخلناه. ساعتها احنا خلاص كنا نازلين وخلاص مفيش، فقدنا الامل مش هنلاقي عبد الله. سمعنا صوت صريخ كان جاي من الدور التاني، نزلنا جري احنا الاربعه وشفنا منظر يعني وقف الدم في عروقنا. ازاي ده حصل؟ شفنا عبد الله كان متعلق في نص التربه بتاعت الدور التاني، وسلوك الكهرباء الجليمه كانت ملفوفه حوالين جسمه، لدرجه ان السلوك ده كانت غارزه في جسمه وفي فيضان دم قاعد بينزل منه. يعني المنظر كان فظيع بمعنى فظيع، المنظر ده وقف الدم في عروقنا. طلعنا جري احنا الاربعه عليه، خلاص عبد الله خلاص مات، ما فيش امل خلاص. اول احنا ما نزلنا وقربنا من عبد الله خلاص سمعنا صوت حد كان جاي من ورانا كان بيجر حاجه على الارض، اللي هو زي ما بيقول بيجر حاجه حديد او حاجه زي او سلسله حاجه زي كده. ونبص ورانا لقينا فيه نفس الخيال اللي جابلنا في الدور التاني،
نفس الخال اللي جابلناه وطلع جري علينا هو، بس المره دي كان شكله مختلف، المره دي كان ضخم وكانت عينيه حمراء، وطلع جري علينا مره واحده احنا الاربعه. المهم الكائن الغريب ده اول ما جرب علينا خدناه جري احنا الاربعه من الدور الثاني للدور الاول لحد احنا ما بقينا في الحوش بتاع المدرسه. وكان خلاص ده هو كان نازل، كان جرب مننا جامد. رحنا مره واحده رحنا مره واحده احنا الاربعه على السور، نطينا واحد ورا التاني واحد ورا التاني. فالمهم ان انا اول ما نطينا من على السور احنا الاربعه، ورجعنا كده بصينا على الباب بتاع الحضانه، شفت حاجه غريبه خالص. ازاي واحنا داخلين الباب ده كان مقفول، دلوقتي الباب ده مفتوح، ولا عليه جنزير ولا عليه اي حاجه خالص. الباب ده اتفتح ازاي محدش عارف. فالمهم هو الباب كان مفتوح والله نص فتحه، مش الباب اللي هو مفتوح كله، لا. فانا جيت داخل جوه كده وبتبص عليه، نفس الكائن اللي كان بيجري ورايا لقيته واقف في وشي مره واحده. انا طبعا اتخضيت خضه جامده واغمى عليا ساعتها، ما حسيتش بنفسي خالص. وساعتها اللي كان بيصحيني ساعتها كان الدكتور كان واقف قدامي، فانا بقى بقول في عقلي بقى انا جيت هنا ازاي وايه اللي حصل. فبسأل الدكتور بقول له ايه اللي حصل، قال لي انت اغمى عليك وصاحبك هم اللي شالوك جابوا كده. قلت له طب والمدرسه كنت ما كان برضه كنت لسه هكمل الكلام، بس انا لقيت باب الاوضه فتح مره واحده، وشفت منظر جمد الدم في عروقي. يعني منظر كان مرعب بجد. وبعد كده تبقى القصه خلصت، يعني مش عايزين نكتر اكتر من كده عشان كده القصه حطوه معانا. لو انت عايز تشوف الجزء التاني واللي حصل فيه، اهم حاجه بس بتشيل اللايك بتاعك وزر الاشتراك